هل الأطفال فعلًا بتتعلم إنجليزي أسرع من الكبار؟ كمل معايا الفيديو ده بقى عشان هاقول لك الخلاصة بتاعة الموضوع ده. ناس كتير بتبقى فاكرة إن الأطفال بتتعلم إنجليزي أو بتتعلم لغات بشكل عام أسرع من الكبار. طب هل فعلًا الموضوع ده صح والّا غلط؟ الإجابة صح وغلط. صح لأن هم بيكتسبوا ده أسرع لأن هم مخهم فاضي ما فيش أي حاجة فيه، فبالتالي أي حاجة جديدة بيستقبلوها فبيكتسبوها أسرع. وغلط إن الكبار هم اللي ما بيتعلموش زي الأطفال. في الحقيقة الاتنين بيتعلموا زي بعض، ولكن المختلف في طريقة تعلم كل واحد فيهم للغة. يعني الأطفال لما بتيجي تعلم إنجليزي أو أي لغة وهم صغيرين ما بيتعلموهاش زي ما الكبار بيبدأوا يتعلموا. طب ببساطة الأطفال الصغيرين بيتعلموا الإنجليزي إزاي؟ أول حاجة بيبدأوا يتكلموا. لما بتيجي تتكلم معاهم بتبدأ تتكلم معاهم بجمل اللي احنا بنسميها التشونكينج أو الليكسيكال باندل، وهنا أنت بتبدأ تعلم الطفل إزاي يتكلم ويعبر عن اللي هو عاوز يقوله. فمثلا بالعربي لما بتيجي تقول له اتعلم تقول إزاي تشرب فما بتقولوش انبو، خلاص كخ يا بابا كخ. سمبو ده ما عادش موجود دلوقتي، بتقول له ايه؟ قول انا عاوز اشرب. هو مش فاهم انا عاوز اشرب دي معناها ايه، ولكن ده عنده هو بيدل على حاجه. فاول ما بيجي له شعور العطش بيقول لك ايه؟ انا عاوز اشرب. هو هنا لا فكر في نطق ولا فكر في جرامر او القواعد بتاعه العربي النحو او فكر في كلمات، هو قالها لك كتشانك كوحده واحده. انما انت لما بتيجي تعلم انجليزي وانت كبير بتبدا تفكر في ايه؟ بتبدا تفكر في كلمات وبتبدا تتعلم جرامر وتبدا تتعلم نطق وي 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 كل الحاجات دي. فبالتالي اسرع طريقه عشان تتعلم انجليزي بيها الا وهي التشانكينج او الليكسيكال باندل. ابدا اتعلم ازاي تعبر عن الموقف اللي انت فيه، بعد كده ابدا افكر في القواعد والنطق والحاجات دي كلها. الطريقه دي تنفع للكبار والمراهقين والصغار وكل الاعمار. هي الفكره كلها هتتعلمها ازاي، وده اللي احنا بنعمله في بلندد انجلش اكاديمي، ان احنا بنعلم الطلبه بتاعتنا ازاي تتكلم عن طريق التشانكينج. بعد ما بيحفظ بعد ما بيتكلم بنبدا نقول له ده القاعده اللي هنا والنطق اللي هنا والكلمه الفلانيه، فبيبقى عنده الفهم بس بعد ما بيتكلم. انت محتاج تعرف تبدا ازاي، مش المشكله في اللغه نفسها. انا دلوقتي رديت على السؤال ده اذا كانت الاطفال بتتعلم اسرع من الكبار ولا لا. دورك انت بقى، قول لي ايه المشاكل اللي بتقابلك وانت بتتعلم انجليزي عشان اقول لك الحل بتاعها في الفيديوهات الجايه. ما تنساش تتابعني عشان الفيديوهات اللي جايه كلها خير ليك وهتتعلم فيها انجليزي بشكل اسرع.